أكفأ موظف عندك قدم استقالته، أول رد فعل ليك بيكون إيه؟ آه أكيد لقى شغلانة تانية في مكان تاني بمرتب أعلى، ولما تسأله يقولك لأ المرتب مش هو السبب. للأسف كتير من المديرين بيعتقدوا إن الناس بتمشي من الشغل عشان الراتب، هو ده ممكن يكون فيه جزء من الصحة لكن الأبحاث بتقول غير كده. الباحث الأمريكي ماركس باكينغهام بيقول إنه أكفأ الموظفين غالبا بيمشوا من الشغل بسبب المدير، لأنه المدير هو اللي بيخلق بيئة العمل الإيجابية. المشكلة إن غالبية المديرين بيركزوا على النتائج أو على الأرقام وبينسوا 3 حاجات مهمة: التقدير، التواصل، وفرص النمو. غالبا الموظف المتميز الكفء بيدور على التقدير، بيدور على فرصة ينمو يتطور فيها ويتعلم أكتر من الراتب. والخطر إنه أول حد بيمشي عندك في الشركة مش الموظف الضعيف، الموظف الكفء، وده لأنه هو واثق إنه هيلاقي فرصة تانية أفضل بسهولة. نحل ده إزاي بقى؟ اسأل موظفينك باستمرار إيه أفضل طريقة ممكن نكبر بيها؟ إيه أفضل طريقة للتواصل تحبوها؟ قدّر موظفينك، حفّزهم، شجّعهم، قُل لهم كلام حلو وقدّرهم قدّام الفريق، وطبعًا دَوّر على فرص النمو اللي تتناسب احتياجاتهم التدريبية. صدّقوني التقدير الصادق ساعات كتير بيبقى أهم من التقدير المادي. أنا طبعًا عارفة إن التقدير المادي مهم، بس التقدير الصادق الحقيقي ساعات بيكون أفضل من التقدير المادي. قولوا لنا بقى في الcomments إيه أكتر حاجة من وجهة نظركم تخلّي الموظف الكُفء يمشي ويسيب الشغل؟ وما تنسوش الfollow. سلام.